بعد جايزة ميسي الغير مستحقة هالاند يروح يولع في نفسه بقى. مش انا اللي بقول كده يا ابو الكباتن، ده معظم الناس على السوشيال ميديا هي اللي بتقول كده. الناس كلها تقريبا على اتفاق واحد ان ميسي ما يستاهلش الجايزة، ما عدا طبعا محبين ميسي واللي فرحانين جدا. بس مش عايزك تربط اسطورية ميسي بالجايزة. ميسي من غير الجايزة هو من افضل لاعبي العالم في التاريخ. مش معنى ان في فئة كبيرة مختلفة على جايزة ميسي انه مش اسطورة، يعني ده الراجل اسطورة ونص كمان. من ضمن السخرية على ميسي سخرت شبكة ديسولا من تتويج ميسي بجايزة افضل لاعب في العالم، بس السخرية كانت لذيذة شوية. ونشرت صور للاعب الارجنتيني وهو كبير في السن وهو عنده 3000 سنه زي ما انت شايف كده، وكتبت عليها عام 2063 ميسي يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم بسبب فوزه مع الارجنتين بكاس العالم في 2023. قصدهم هنا يعني ان ميسي كل سنه هياخد الجائزه علشان ياخد كاس العالم 2023. وانا بحبه والله على المستوى الكروي، والراجل ساحر في كره القدم وكل حاجه، ما اختلفناش. بس معلش يعني هالاند دوت يعمل ايه؟ يروح يغرق نفسه بنزين ويولع في نفسه؟ فاز بدوري ابطال اوروبا، وفاز بالدوري الانجليزي، وفاز بكاس العالم للانديه، ده طبعا غير الارقام القياسيه اللي حطمها. ده يروح يعتزل بقى، ما هو بالمنطق برضه. بس انت مش شايف بالمنطق؟ ها بالمنطق ان الجائزه متظبطه للارجنتيني؟ ما هو هيفضل ياخد جوائز على انه توج بكاس العالم لحد امتى؟ طب هقول لك سيناريو ابو الكباتن وتخيل معايا، احنا هنعكس الامور تماما. ميسي ما فازش بكاس العالم مع انه اصلا الفيفا مش مدخله كاس العالم من ضمن المعايير. بس معلش برضه تخيل معايا، ميسي ما خدش كاس العالم بس مع باريس سان جيرمان اخد دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري الفرنسي، واخد الكؤوس الفرنسيه، واخد كاس العالم للانديه، وفي الاخر ما خدش جائزه افضل لاعب في العالم. بالله عليك انت هتعمل ايه؟ اقول لك انا انت هتعمل ايه؟ كنت هتطلع تقول دي الفيفا دي ماشيه بالكوسه وماشيه بالمحسوبيه، وهتقعد تتريق للصبح. وعلى فكره ده اللي بيحصل دلوقتي بس عكس ميسي، لانه بالمنطق. واحد يجي يقول لي بس يا عم موكا دي الجائزه باختراع بناء على تصويت كباتن المنتخبات. اقول لك بس في عقل شويه، يعني مثلا لو كل كباتن المنتخبات دي اختاروا مثلا رياض محرز هيديها له؟ لا طبعا مش هيديها له. عندك مثلا اختيارات محمد صلاح كانت ميسي ودي بروين وهالاند، يمكن نعطوا الجائزه لميسي علشان خاطر محمد صلاح مثلا، مش عارف. بس بجد انا عاوزك تحكم عقلك وتتناقش معايا حتى في التعليقات. هل ده منطقي؟ مش لازم يعني نشتم بعض. كريستيانو رونالدو وشه حلو على فينيسيوس اللي سجل هاتريك في برشلونه. انا كنت مستني مباراه فيها نديه الصراحه، ما اعرفش ان هي هتقلب حفله كده. شافي حول الله عايش اسوأ ايامه في برشلونه، مش عارف الصراحه هينام بعد الليله دي ازاي. طب اقول لك حاجه تخليها في سرك، تعرف ان تشافي فاضل له خساره مباراه واحده بس ويبقى المدرب الاسباني الاكثر خساره في تاريخ برشلونه؟ ما كنتش تعرفها؟ ها اي خدمه. ريال مدريد يضرب برشلونه برباعيه مقابل هدف لليفاندوسكي، والبرازيلي فينيسيوس سجل هاتريك، ورودريجو السالك سجل هدف، ويتوج ريال مدريد بكاس السوبر الاسباني للمره ال13 في تاريخه. بالله عليك انت كمدريدي ما زهقتش من البطولات؟ ايه يا جدعان مش كده يعني؟ وبعد اذنكم ما اشوفش واحد يقول لي نمشي انشيلوتي، ده راجل بركه يا عم الحاج. بعد هدف فينيسيوس الاول احتفل على طريقه قدوته كريستيانو رونالدو، وبعد الاحتفال ده انفجر فينيسيوس والجمهور كله ردد اسم رونالدو في لقطه تاريخيه. بجد فيديو رائع بيحسسك بالوفاء من جمهور عاشق ومحب لاسطورته كريستيانو رونالدو. وهسالك سؤال يا ابو الكباتن بس هو صعب شويه، هل ركله جزاء فينيسيوس صحيحه ام غير صحيحه؟ هتكون بدايه انهيار ريال مدريد لو فعلا تعاقد مع مبابي. مش انا اللي بقول كده يا ابو الكباتن، ده نجم فرنسا السابق هو اللي قال كده. في الوقت اللي ريال مدريد مستني اللحظه اللي يتعاقد فيها مع مبابي، نجم باريس سان جيرمان جاله تحذير قوي من ايمانويل بيتي نجم المنتخب الفرنسي من اتمام الصفقه، او على الاقل يعني يخلي بالهم من القادم ويتعاملوا معاه. زي ما انت عارف يا كابتني ان ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي اكتر من مره، ولكن في كل مره مبابي يزوغ ويماطل ويقول لك ده انا متفق مع ناصر الخليفي، والله ده انا متفق مع الرئيس ماكرون، وهكذا. ويجي من هنا يا ابو الكباتن مربط الفرس. زمان كان ريال مدريد ممكن يدفع في مبابي اي رقم في المقابل بس انه يشرف في ريال مدريد، انما دلوقتي الوضع مختلف تماما، لان بيريز ممكن يكون حس ان مبابي خانهم في وقت ما وفضل المصالح الشخصيه والمغريات على مدريد. كمان شرحوا مع الجماهير اللي فيه فئه كبيره جدا بتقول مش عاوزينه يا عم، هو هيتكبر علينا ولا ايه؟ ده قطار مدريد ما بيجيش الا مره واحده. وسمعنا كلام كتير جدا زي ده. والوضع اختلف كمان في ريال مدريد نفسه، وهو ان بقى فيه نجم كبير تاني غيرك يا عم مبابي، زي الانجليزي جود بيلينجهام ساحر ريال مدريد الجديد. الواد ما شاء الله ملوش حل، تحس انه روبوت. فانت لو هتيجي كمبابي لريال مدريد فهيكون عليك ضغوطات كبيره جدا، لازم تثبت انك انت مبابي افضل لاعب في العالم وافضل من بيلينجهام نفسه. كمان انت هيبقى عندك كميه نجوم بنت لذينه، مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو ومودريتش وكروس وكامافينجا وتشاوميني وغيرهم نجوم كتير جدا. فانت ازاي هتمسك اوضه اللبس؟ لازم على انشيلوتي والاداره ان هم يخلي بالهم جدا من النقطه دي. وهي باختصار كثره النجوم، لان كثره النجوم في اي فريق بيبقى المتوقع منه مش اقل من انك تاخد كل البطولات اللي في العالم. دوري ابطال اوروبا دي اقل بطوله ممكن تاخدها، فطبعا الفريق ما بياخدش ولا بطوله فبتقع كل الطموحات. ويلا يا عم مشي لي النجوم دي كلها من هنا بقى. فاهم حاجه يا ابو الكباتن، عيار غرف الملابس ما يفلتش. وفي حاجه كمان، لك ان تتخيل ان بيلينجهام وهو مكسر الدنيا في مدريد ويجي لاعب لسه جديد وياخد مرتب اعلى منه؟ لا
باشا انا كده هغضب وممكن امشي لكم من النادي. ومن هنا بقى ممكن تبدا الازمات. بس انا واثق في دماغ بريز وان هو بيعرف يتعامل مع المشاكل اللي زي دي. وخليك فاكر يا ابو الكباتن ان عيار غرف الملابس لو فلت قول على الفرقه يا رحمن يا رحيم. انا عارف انك متحمس وانا كمان متحمس اننا نشوف امبابي بقميص ريال مدريد، ولكن كل الامور دي محتاجه تعامل جيد من الاداره. يخرب بيت الضحك، مفاجات افريقيا لا تنتهي، سقوط كبار القوم في افريقيا واحد ورا الثاني. الجزائر يا ابو الكباتن الفريق العنيد بيتعادل مع انجولا 1-1 مع انه في الشوط الاول قدم مستويات ممتازه تقريبا بالظبط زي ماتش منتخب مصر. في الشوط الاول اداء جيد وهدف كمان في اول المباراه، اللي هم يعني طالعين في الشوط الاول انت بتقول حرام يسجلوا 1-0 بس، وبيجوا في الشوط الثاني المستوى بيتراجع تماما. ومنتخب مصر زي ما انت عارف اتعادل 2-2 مع موزمبيق. وغانا كمان خسرت من الراس الاخضر 2-1. والماتش اللي جاي ما بين مصر وغانا هيبقى دمار لان غانا جايه 0 من النقاط وهتكون محتاجه جدا ال3 نقط. وعندك كمان الكاميرون اتعادلت مع غينيا 1-1. ونيجيريا الفريق المرعب اتعادلت مع غينيا الاستوائيه 1-1. هو اللي بيحصل في افريقيا يا جدعان؟